يلا بينا نبدأ مع بعض حل القطعة رقم 29. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقولك فيها communication technology، تكنولوجيا التواصل يعني، اللي هي خاصة بالتواصل يعني وكده. is invading our life. كلمة invade معناها ان هو بيغزو حياتنا more than ever before، اكتر من زمان. يعني عايز يقولك ان التكنولوجيا اللي بنستخدمها في التواصل زي الموبايلات يعني والنت بقت منتشرة جدا في حياتنا بشكل كبير اكتر من زمان. حلو. موبايل فونز، الموبايلات are never further than، هي ليست further than معناها أبعد عن a reach of our hands، مش بعيدة عن إيه، عن يعني المدى بتاع الإيدين، بتاع مدى الوصول بتاعنا away. يعني عايز يقولك إن الموبايلات بقت في كل وقت معانا، يعني مش دايما بنسيبها، ودايما في إيدينا ودايما جنبنا. حلو. ايميلز وسوشيال نتورك، الايميلات والسوشيال نتورك مواقع التواصل يعني، ذا انترنت وكمان النت are more present than ever before. هو دلوقتي بقى اكتر حضور كده، في حضور اكتر عن مكان. يعني عايز اقول لك ان النت بقى بكل اشكاله بقى حاجة اساسية، موجود في الحاضر بتاعنا، بنعتمد عليه في كل حاجة تقريبا. more than 60% of all internet users، حوالي او اكتر من قصدي 60% من مستخدمي الانترنت also communicate بيتواصلوا via عبر social networks، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. and over 58%، وحوالي 85% او اكتر من 85% of all teenagers، من كل المراهقين have accounts، لديهم حسابات on social networks، عندهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني عايز يقول لك ان اغلب الناس بقت بتستخدم النت وبتتكلم مع بعض على السوشيال ميديا، حتى التينيجرز المراهقين بقى عندهم حسابات كتيرة ايه هناك. بعد كده الباراجراف التاني بيقول لك فيه ايه. psychologists، علماء النفس have started to define terms، بدأوا ان هم يحددوا، define معناه يحدد، وterms معناه مصطلحات. like Facebook addiction، مثل الفيسبوك addiction يعني إدمان الفيسبوك، ده بقى مصطلح في علم النفس. in their reports، في التقارير بتاعتهم. يعني عايز يقول لك إن العلماء لاحظوا إن في ناس بقت مدمنة على الفيسبوك، فبدأوا يدرسوا الحالة وبدأوا إن هم يعني يكتبوا عنها. تمام. social media sites، مواقع التواصل الاجتماعي can be so addicting that people، ممكن تكون يعني إدمانية أو مسببة للإدمان لذات people اللي هي الناس. especially، وخصوصا youngsters، معناها اللي هم ايه، صغار، اللي هم الشباب يعني. don't want to spend much time with anything else، انهي شباب اللي مش عايزين ان هم يقضوا اي وقت تاني مع اي شيء اخر. they live their life their relationship، هم عايشين relationship بتاعتهم، بتاعت الشباب يعني، in a virtual world، في عالم افتراضي. يعني عايز يقول لك الشباب بقى عنده هوس بالسوشيال ميديا، مبقوش بيتواصلوا مع بعض في الحقيقة زي ما كان الأول، وكل حاجة فعلا بقت في الفيرتشوال وورلد، في الايه، في العالم الأونلاين. people often choose to talk to each other via mobile phones، الناس بقت بتحب ان هي بتختار يعني ان هي تتكلم مع بعضها via عبر الموبايل فون، او السكايب، او اللي هو السكايبي. or communication، او حتى التواصل via فيسبوك، because، او حتى التواصل عبر الفيسبوك because، لان they may be afraid، ممكن يكونوا خايفين of getting to know each other، بيخافوا ان هم يكونوا خايفين من التعارف على بعضهم face to face، وجها لوجه. يعني عايز يقول لك بقى الناس مش مرتاحة للكلام المباشر، مبقتش بتحب الكلام المباشر، تفضل تتكلم اونلاين لحد ما تقابل حد في الحقيقة. تمام. ان هي بتخشى او ان هي بتخاف من الايه face to face بقى. however، على الرغم من ذلك، by doing this، يعني ان انت تعمل ده، ان انت يعني تتواصل اونلاين وكده، they are missing، ده بيفوتهم missing out يعني بيفوتهم on their partners facial expressions، بيفوتهم التعبيرات بتاعت الوجه بتاعت البارتنرز، بتاعت اللي هو ايه، الشخص اللي انت بتتواصل معاه. بيفوتك جزء طبعا من الاكسبريشنز، من التعبيرات الوجهية، بيفوتك جزء كبير. or the gestures معناها الايماءات او الحركات اللي الجسم بيعملها that the other makes، اللي الاخرين بيعملوها. يعني عايز يقولك لما حد بيتكلم اونلاين بقى بيفقد التفاصيل الوش الشخص التاني، او بيفقد طريقة تعبيره، وده طبعا بيأثر على التواصل بشكل كبير. حلو. بعد كده بيجي يقولك emotions، المشاعر are reduced، ابتدت ان هي بقت بتقل او مقتصرة على يعني to likes، على اللايكس والديسلايكس،
طبعا reduce to do هنا ممكن نعتبر ان معناها مقتصرة على اللايكس والديسلايكس. تمام. simile smiley faces or other emotions او حتى مشاعر اخرى. يعني عايز اقول لك المشاعر دلوقتي بقت مقتصرة على اللايك، يعمل لي لايك يبقى بيحبني، يعمل لي ديسلايك يبقى ما بيحبنيش. الناس بقى مشاعرها بتتعبر في ايموجي، في مشاعر، او اللي هو يعني سمايلي فيسز، او الوجه المبتسم، او حتى or other emotions، او حتى بقية الايه الايموشنز، المشاعر التانية اللي بتبقى ايه ايكونز كده صغيرة. بعد كده بيجي يقول لك Facebook has defined privacy in a new way. الفيسبوك عرف بقى الخصوصية بطريقة جديدة. many things، الكثير من الأشياء that should be private، اللي المفروض إن هي تكون private have become public، أصبحت علنية. يعني ناس كتيرة بقت بتنشر تفاصيل حياتها، وعلى فكرة دي مشكلة كبيرة جدا. حتى الحاجات اللي المفروض تكون شخصية بينشروها على الفيسبوك. social media has changed the world، والتواصل الاجتماعي غير العالم، غير شخصية الناس فعلا بالفعل. تمام. فيسبوك، تويتر and others، الفيسبوك والتويتر والothers والآخرين يعني are omnipresent معناها موجود وحاضر، موجود في كل مكان. they are the last things، هم آخر شيء we worry about، احنا نقلق بشأنه. when we go to bed، لما نيجي ننام في السرير. and the first things، أو أول شيء we check on، أو أول شيء بنفحصه when we get up، لما احنا بنستيقظ وبنصحى. طبعا get up معناها يستيقظ وينهض من الفراش. حلو. قطعة جميلة طبعا، سهلة مش صعبة. هنا بيقولك relations، العلاقات in a virtual world، في العالم الافتراضي، يعني على النت. means not relations، معناها ان هي علاقات ايه؟ face to face لا، true حقيقية لا، direct مباشرة كده لا، a computer based online، علاقات مبنية على الكمبيوتر. ايوه طبعا هي دي انسب اجابة. حلو. السؤال اللي بعده رقم 2 بيقولك في according to the passage، وفقا للقطعة. وفقا للقطعة Facebook is considered، الفيسبوك بيعتبر ايه؟ of privacy، بيعتبر ايه للبرايفسي، للخصوصية. protection اللي معناها حماية، هو بيعتبر حماية للخصوصية، ولا respect بيعتبر احترام للخصوصية، ولا an invasion يعني اختراق وغزو، ولا safety امان للخصوصية. طبعا هو بيعتبر ان هو يكون ايه invasion يعني اختراق للخصوصية. طب السؤال اللي بعده رقم 3 مضاد كلمة omnipresent معناها ان هو حالي وجاري، ويعني حالي وموجود. existed معناها موجود، present معناها حالي، found معناها ان هو موجود. طب absent معناها غائب. بالظبط هي دي المضاد، لان هو طلب منك الانتون. بعد كده بعده رقم 4 which of the following isn't an old fashioned way of communication، اي ان الاتي ما يعتبرش ان هو old fashioned طريقة قديمة، مش ما يعتبرش طريقة قديمة للكوميونيكيشن. sending ايميل، ارسال الايميلات، ايميلات ده مش حاجة قديمة، ده حاجة جديدة. writing a letter، كتابة خطاب، طبعا حاجة قديمة. sending fax، الفاكس قديم. dialing a telegraph number، انك تبعت التليجراف، طبعا دي طريقة قديمة، فالإجابة الوحيدة، الطريقة الوحيدة اللي هي الجديدة هي رقم ايه. بعد كده السؤال اللي بعده which of the following is a drawback of social media، أي إن الآتي يكون من ضمن العيوب بتاعت السوشيال ميديا. anyone can express their opinions freely، أي حد ممكن إن هو يعبر عن رأيه بحرية، ده طبعا ميزة مش عيب. they can take much interest، إن هو ممكن يتولى الكثير من الاهتمام، طبعا برضو ممكن تكون ميزة وليست عيب. طب they invade our privacy ان هو بينتهك الخصوصية، ايوه طبعا من عيوب السوشيال ميديا. drawback يعني عيب ان هو بينتهك الخصوصية. ولا there is no limit to posts، ان مفيش اي حد للنشر وكده، لا طبعا دي مش عيب، فيبقى العيب الوحيد بالنسبة لي وكما ذكر في القطعة هو رقم سي. بعد كده بقى السؤال اللي بعده موبايل فونز are never further than، مش ابعد عن a reach of our hands away، مش بعيدة عن متناول يدينا. they are in our hands all the time، ان هم ده معناه ان هو في ايدينا طوال الوقت.
ايوه طبعا الاجابه الصح بالنسبه لي تبقى رقم ايه، ان هو معناها ان هم دايما في متناول يدينا. لكن بص كده على بي، they are user friendly معناه ان هو سهل الاستخدام، لا. they are never accessible يعني يمكن الوصول اليه، ده معناه ان هم مش بيوصلوا ليه. they need the internet ده معناه ان هم محتاجين النت، طبعا لا. what is the main idea of the passage، ايه هي الفكره الرئيسيه للقطعه؟ قبل ما اقول لك بقى الفكره الرئيسيه للقطعه، لو سمحت اعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان دعوه حلوه من قلبك، وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات، لان انا بتعب في الفيديوهات دي دايما. الفكره الرئيسيه للقطعه هي ايه؟ فيس تو فيس كوميونيكيشن، كانت بتتكلم على التواصل وجها لوجه؟ لا. ولا ذا افكت التاثير اوف ذا انترنت، تاثير الانترنت على حياتنا؟ ولا كانت بتتكلم على السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي؟ ولا على expressing feeling، التعبير عن المشاعر on the internet، على النت؟ طبعا هي القطعة كلها كانت بتتكلم عن آثار الإنترنت على حياتنا. طب اللي بعده رقم 8 بيقول لك فيه according to the passage، وفقا للقطعة which of the following sentences is true، أي من الجمل الآتية يكون صحيح. We are in the habit of drinking coffee، احنا في عادة شرب القهوة في الصباح. هي ايه علاقة القهوة بالموضوع؟ نطلع بره. طب most youngest prefer face to face relationship، بيفضلوا العلاقة وجها لوجه؟ برضو ما قالش كده. ولا the majority of people، أغلبية الناس have become addicted to the internet، أغلبية الناس أصبحت مدمنة للنت؟ أيوة الجملة دي صح وفقا للقطعة تمام. old people، الناس الكبار السن count themselves out from the internet world، بيبعدوا نفسهم عن الانترنت وورلد، طبعا ما ذكرليش ده في القطعة، يبقى انسب اجابة هي رقم سي. ما تنساش بقى زي ما قلت لك لايك وشير وسبسكرايب، اشوفك ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، وهتلاقيني سايب لك اهم الكلمات اللي عايز تحفظها عشان تساعدك ان انت تقوي الحصيلة اللغوية عندك، هتلاقيها موجودة عندك في اول كومنت. ما تنساش دعوة حلوة من قلبك، بالتوفيق لكم جميعا، سلام.